بما أنه رمضان على الأبواب، فمن الضروري نوجد واخا شوية السلو أو السفوف، يعني واخا شوية الباروك. سلو أو سفوف ديالنا الزمان معلق ومقوم وبنين بلا زيت وبلا سكر. بلا كثر التعقيدات غادي نوجد معكم واحد السلو اللي غيولي معتمد عندكم كل رمضان، غادي توجدوه بنفس الطريقة، تعطوه لوليداتكم وعينيكم مغمضين. اول حاجه غادي ناخذ واحد الطحانه اولا هاشوار، وغادي نطحن فيها اللوز اللي حمرته في الفران، دهنته بشويه الزيت ودخلته الفران حتى تحمر مزيان. بهذه الطريقه هذه غنطحن فيها نصف الكميه حتى كتولي يعني على شكل املو، اولا كيطلق ليا الزيت ديالو. في هذه الطريقه هذه نصف الكميه خليتها هكاك ونصف الكميه طحنتها بحال هكا، يعني بهذه الطريقه ما غاديش نحتاج الزيت نهائيا. نفس الطريقه غادي نديروها الزنجلان حتى هو، من بعد ما حمرته في الفران غادي نطحن نصف الكميه، غادي نطحنها مزيان حتى تولي ليا على شكل يعني حتى كيطلق ليا الزيت ديالو، والنصف الاخر غادي نخليه بحال هكاك. بالنسبه للوز داك النصف الاخر اللي بقى ليا غادي نهرمشو، ما غاديش نطحنو هاد المره مزيان، غادي نخليه مهرمش. انا من النوع اللي كيعجبني السلو يكون باين فيه القوام، ويكون داكشي يعني فاش كناكل سلو كنلقى شي حاجه بين سناني بحال هكا، يعني كنهرمشو. هنا داك اللوز حيت من واحد رابعه تقريبا وقليتها في الزيت، يعني من بعد ما درتها في الماء حتى حيت ليها قشره وقليته في الزيت بارده، حتى هو طحنته بنفس الطريقه، يعني حتى هو كنهرمشو. غنمشيو كذلك الزنجلان، غادي ندوزو حتى هو كذلك في الطحانه فقط باش يتهرمش، يعني ما غاديش نطحنوه مزيان كيف ما كيبان لكم موضح في الفيديو. غادي ناخذ ديك الطحانه العطريه بعد ما طحنت فيها الزراره، غنضيف لها واحد المعلقه ديال السكر كلاصي و10 دراهم ديال المسكه حره، وغادي نطحنها مزيان. غادي نوضعها حتى هي فواحد الجبيبينه على جنب، وغادي نمشيو للطحين اللي حمرت من قبل. الطحين راه شاركت معكم الطريقه ديال التحمير كيفاش نحمروا الدقيق في الدار. هنا غادي نغربلو كامل، ضروري ما تغربلو واخا ما يبقاش فيه دوك الكويرات، ضروري تغربلو. وغادي نبدا نضيف النواشف. هنا ضفت الزنجله اللي مهرمش، غادي نضيف كذلك اللوز المهرمش، وغادي نضيف كذلك داك اللوز المقلي. اول حاجه غادي نخلط هاد النواشف مزيان مع بعضياتهم حتى كنحس بهم انهم كلهم داخلوا مع بعضياتهم. غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه، وغادي نضيف داك الزنجله اللي بقى صاين، وغادي نعاود نخلط مره اخرى. ضروري ما تخلطوا النواشف مزيان مع بعضياتهم. هنا غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال القرفه، وغادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال النافع اللي صهرته في مقله وطحنته وغربلته. نفس الطريقه درتها النافع حتى هو، حبه حلاوه عفوا، يعني درت النافع وحبه حلاوه والقرفه. وغادي نعاود نخلط النواشف مزيان مع بعضياتهم. انا غادي نضيف ديك المسكه الحره مع شويه السكر كلاصي، وغادي ندخل هادشي كامل مع بعضياتهم. هنا من بعد ما كنحس بهم كلهم داخلوا مع بعضياتهم، غادي نبدا نضيف ديك الزنجلان واللوز اللي طحنت مزيان. انا قسمت الكميه لحقاش جاتني قصريه صغيره، ودرت واحد البانيو حدايا، يعني كندير نص الكميه في القصريه ونص الكميه في البانيو الاخر، بحكم انني باش قصريه ما كنلقاش فين نحرك ايدي بزاف. هنا عندي واحد نص كيلو ديال الزبده اللي ذوبتها نوازيت، يعني ضروري ما تذوبوها حتى كتحيد من هذاك اللبن ديالها مزيان، كيبقى ها الزيت ديالها وتصفيوها، يعني ضروري تولي نوازيت، ومن بعد كتصفيوها باش ما يغملش لكم السلو ديالكم. هنا قسمت الكميه على 2. هنا انا ما غاديش نضيف السكر كلاصي، غادي نضيف العسل ديال الليمون. انا عندي قرعه ديال الليمون كيلو، غادي نقسمها على 2، وانتم كتضيفوا الحلاوه على حسب الذوق ديال كل واحد. هنا نسيت واحد الكوزه، غادي ندير واحد شويه، واحد رشه ديال الكوزه، شويه في القصريه وشويه في البانيو، وغادي نبدا نلم العجينه او نخلط. في هذه المرحله ضروري ما تخدموا كتافكم مزيان ويديكم. هنا دقتو جاني شويه ناقص حلاوه، وزدت شويه ديال السكر. غادي نبدا نمعك مزيان وتدخلوا فيه مزيان دوك المواد دوك الزيوت ديالو. في هذه المرحله ضروري انكم تدعكم مزيان. هنا جاني ما معلكش مزيان، وضفت واحد شويه ديال زيت الزيتون كيف ما كتلاحظوا، ها باش يطلق لي يزيد يطلق لي الزيوت ديالو. وغادي نبدا نخلط مزيان اولا ندلك مزيان حتى كيتعلك لي، يعني حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتو. هنا كيف ما كتشوفوا صافي بدا كيتجمع ليا. انا من النوع اللي كيعجبني السلو يكون باين فيه القوام. انا من بعد ما ساليت صراحه كيجي واحد السلو اللي بنين بزاف، فاش كتاكلي كتعرفي شنو كتاكلي، وحاجه محضره في الدار كيجي غزال بزاف وبنين ومقوم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الناس احسان ديالكم ما تبخلوش عليه بجيم لا فيديو اللي عجباتكم.
اشتراك القناه. نتلاقى في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.